السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحة الكابتن حبشي الأهلاوي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا قفشة وموضوع قفشة والحوار اللي كان بين قفشة وبين إبراهيم فايق، كل الناس بتتكلم عليه اليومين دول، هو الترند يعني اللي شغال. طيب الناس دلوقتي مقسومة جزئين، جزء بيقول لك هو راجل حقاني وبيقول الحق وليه انتوا بتزعلوا من الحق، والجزء التاني بيقول لك لا هو غلط، الكلام ده على الهوا والكلام ده ما ينفعش. انا كمشاهد لو انا حسبت نفسي ان انا واحد قاعد مشاهد او راجل اهلاوي قاعد بتفرج، عايز اعرف، انا مبسوط من الحوار ان انا بعرف الكواليس اللي دايره جوه وايه اللي بيحصل جوه النادي الاهلي وايه اللي جوه اوضه اللبس. طب لو انا مسؤول جوه النادي الاهلي، الكلام ده ما يصحش ان هو يطلع، خصوصا ان هم لعيبه وزمايل وحاجات حصلت جوه الفرقه وجوه اوضه اللبس المفروض ما تطلعش بره. طيب هل قفشه غلط من وجهه نظر انا شايف ان هو كان ممكن يقول كل الكلام اللي هو قاله ده، كل الكلام اللي هو قاله ده زي الفل وعلى حق، احنا نعتبر ان هو زي الفل وعلى حق. هل ده مكانه ان هو يتكلم في الكلام ده، ولا مكانه جوه في اوضه اللبس وفي وسط اللعيبه وفي وسط مدير الكوره، ولو عايز يوصلها لرئيس النادي يوصلها، انما ما يتقالش على الهوا؟ ليه ما يتقالش على الهوا؟ اولا هو ولا هيقدم ولا هيأخر، او بمعنى ادق هو هيأخر، بس هيأخر قفشه بس. النادي الاهلي ولا اسمه هيتهز ولا هتفرق معاه الكلام ده. لعيبه النادي الاهلي اللي جوه الناس هتتكلم يومين والموضوع انتهى. مين طب اللي اتأذى في الموضوع ده؟ هو قفشه، هو الوحيد اللي اتأذى. هيحصل عليه عقوبه وهيتغرم من النادي وهيستبعد. وانا بقول لكم في يوم من الايام قفشه هيمشي قريب، يعني هيمشي ومش بعيد يروح الزمالك، مش بعيد يروح الزمالك. وانا هو انت اهو، والايام هتثبت لكم الكلام ده. دي حاجه. تاني حاجه، انت نسيت يا قفشه او ما سالتش نفسك قبل ما اتكلم في النقطه ديت، بس هرجع لكم فيها. جت من فتره قفشه ومحمد شريف كان نفس الموضوع بتاع امام وكهربا. قفشه ومحمد شريف احنا ما بننساش، لو رجعت للتاريخ هتلاقي الكلام ده نفس الموضوع. كنتوا انتوا الاتنين في الملعب بتباصوا لبعض، بتحتفلوا مع بعض، عشان انا ملاحظ في كلامك ان انت متضايق من كهربا، عشان كهربا ساند امام او على طول بيدعم امام او مع الاحتفالات بيروح مع امام او كل الكلام ده. طبعا انا هحسه، يعني انت حتى لو انت بتحاول في البرنامج ان انت تخبيه، انا حسيته من كلامك. هل انت ما كنتش بتعمل كده؟ كنت بتعمل كده مع محمد شريف، كان حد بيطلع يتكلم عليك، كان حد بينتقدك، محدش جاب سيرة اي حاجة. دلوقتي مين بقى اللي اتأذى في الموضوع ده كله؟ هو انت قفش، ظلمت نفسك واذيت نفسك. انت راجل غلبان او طيب ما بتعرفش تتكلم في الاعلام، ما كنتش تلاعب. المفروض ان انت ما كنتش تلاعب، ولازم نلوم على كابتن خالد بيبو ان هو وافق لك على ان انت تطلع مع ابراهيم فايق، وهو عارف اكيد ان انت ما بتعرفش تتكلم في الاعلام. كان المفروض ان هو يقول لك لا انت لا يا قفشه، والحاجات دي بتتحل جوه اوضه اللبس ما بتتحلش على الهوا. دي كانت نصيحتي ليك يا قفشه. السلام عليكم.